خلينا نحكي بصراحة يا أبو نعيم، لا تواغزني، سعرك عالي. السيد كمال عرض نفس حريرك بسعر قل ليرتين عن سعرك وبالوحدة ل3 شهور. شو؟ ما هو معقول، قبل كم يوم كان عم بيساومني على بضاعتي. صحيح، وأنا كمان استغربت. الله أعلم إيش القصة. اسمع يا أبو يوسف، خلينا نحكي عنك شو. أنا اشتريت الحرير من الشام بالوحدة ل3 شهور ب45، وأنا هلا عم ببيع ب40 بالنقدي، يعني خسران عن كل كيلو 5 ليرات، لأنه علي دفع سندات خلال هالكم يوم. بقى معقول السيد كمال يخسر حتى يكسر السوق؟ معقول إذا كان ناوي على شيء. أنت بتعرفه أحسن مني يا أبو نعيم، كل مدة له مثل هالحركة. مرة شارك واحد من سوق الغزل على البضاعة، انزعج منه السيد كمال مشان شغله، فراح مخسر التجرة. لا خسر حاله حتى يخسر شريكه. السيد كمال بردد دائما المثل اللي بيقول الشريك الوسخ خسر حالك وخسره. بقى هيك ايش عليه، ماشي الحال. اسمع يا ابو يوسف، لازمني نقدي لو كان من تحت الارض، لو بدي ابيع الحرير نقدي ب35. طيب بدي اعمل جهدي، انت غالي علينا يا ابو نعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف انه انكشفنا على هذا كمال؟ ابو يوسف رايح لعند السيد كمال وعرض ياخذ له بيت ويفرشه. خوفك ما كان في محله يا حاج عبد القادر. كل اب له حق يتخوف لما بترجع له بنته. الناس بتحكي يا شيخ علي، والنفس اماره بالسوء. ابن الاصل بيضل ابن اصل، وبنت الاصل نفس الشيء. ايه سيدي، الله ما اخذ جنه. ما كنت متصور انه حدا يطلبها بالسرعه. ابو عادي لا بأس فيه. بس انا خايف يا شيخ علي. الناس عم بتقول انه ابو عادل جهلان كتير وصاير مسونجي. الحق معه. ايه يا حيف عليك يا ابو ناصر، كانت مبسوطه كتير معه. عاقل، حباب، فهمان، كان مدللها كتير، وراح تحس بالفرق كتير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اسمنه بكري بيك موجود. ايش رايكم يا جماعه نرجع لسهرتنا هالخميس؟ بارك الله فيك يا حاج محمد، فعلا صرنا زمان ما اجتمعنا واشتقنا لصوت بكري كردي. بعدين غير هيك صرنا بحاجه لانه نجلي هموم قلبنا. بيتي جاهز، اتفضلوا وخلوا الباقي عليه. يا جماعة الأفضل نستنى مرور 40 الأستاذ سعيد الله يرحمه. صدقت يا شيخ أدري. طيب ما دام هيك بتشوفوا على رأيكم. تعرفوا آخر الأخبار؟
اخبار مين؟ اخبار ابو عادي اللي رجع له الشباب مرة ثانية. هات لشوف سمعنا يا شيخ علي. اخبار ابو عادل بتهمنا كثير لانه بترجع لنا الشباب النا نحن كمان. يا سيدي الكريم، ابو عادل طلب ايد ارملة الاستاذ السعيد الله يرحمه. وليش مستعجل؟ خايف ليقوم حدا يسبقه. فعلا مستعجل بس اجى في وقته. شلون؟ ما فهمت. انا لاول مرة بحس بالحج عبد القادر قلق بهالشكل بعد موت المرحوم. انتوا بتعرفوا انه بنته صبية وجميلة وقليل من امثالها في حلب كلها. وقت رجعت لعنده سودت الدنيا في عينيه، وانا والله دعيت له من كل قلبي الله يبعث له ابن حلال ياخذها. وتصوروا يا جماعة رد استجاب لدعائي وبعت ابو عادل ثاني يوم. هذا يعني انه ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائك فورا يا شيخ علي. الحمد لله. بس اخ لو كنت دعيت انه يبعث لي عروس الي كمان لك انا مغفل. هلا حتى اكتشفت يا شيخ علي. والحج عبد القادر ايش جاوبوا؟ قال له بنتشرف فيك يا ابو عادل بس الوقت غير مناسب الان لطرح الموضوع، واتفقوا على ان ينتظروا اتمام قعود العده. هذا افضل اكراما للاستاذ سعيد الله يرحمه. الله يرحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا حاج عبد القادر. اهلا اهلا سيد كمال، شرفت. كيف الحال؟ الحمد لله. كيفه ناصر صغير؟ طمني. بوس ايدك. الحمد لله. تفضلوا سيدي تفضلوا. يا رب. يا كريم يا الله. ليش تكلفتوا وبعتوا الهدايا؟ خيركم زاد علينا. هذا ناصر غالي علي كثير وغلاوته من غلاوة أبوه الله يرحمه. تعيش يا سيد كمال تعيش. الله يخليك. يا حجي ايش يا الدكان صغيرة كثير. على قد الحال. خيو ايش رأيك تبيعها وتجي لعندي على المحل؟ بتعرف أنا بقيت لحالي بعد موتة الأستاذ سعيد الله يرحمه، ومثل ما بتعرف أنا لا ولد ولا تلد تعبان يا حجي، يعني ما في عندي إيد أقدر أعتمد عليها في المحل. بقى بيع هالطاقة وتعال عندي على المحل. ايه هالطاقة ساترتنا يا سيد كمال. خيو انت عيلتك رجعت صارت كبيرة من أول جديد، بقى أنا بحبك وعم باكل همك وهم أهل بيتك. بارك الله فيك. ايه على كل حال فكر وشوف خيو، إذا لزمك شيء أماني قل لي ها أنا جاهز. أمرك سيدي. خلاص لعيونك. طيب يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة سيدي. كيف الصحة سيد أبو نعيم؟ نحمده ونشكره. السيد كمال عم ببيع ب 35 ورقة ودين ل3 شهور. ايه الله يوفقه. عندك أرخص سيد أبو نعيم؟ نعم ب30 نقدي. ماشي دقيقة وحدة. السيد كمال باع ب30 وبالدين ل3 شهور. عندك أرخاص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش قلت يا أبو نعيم؟ عندك أرخاص؟ لا ما عندي. السلام عليكم. السلام. قدامنا أيام صعبة يا أولاد. كل واحد عم
طول بالك يا ابني. خلص الجبهة. طول بالك. صلي على النبي يا رجال. ده في جبهة. طول بالك. نعيم. نعم بابا ناصر. روح لعند اليهود إبراهيم. وقول له لازمنا نص مليون ليرة لمدة شهرين. وفهم منه النسبة وتعال خبرني بسرعة. حاضر بابا حاضر. تعال يا ابني تعال. يلا امشي. طيب خلاص. اليوم مر عندي على المحل السيد كمال. خير ان شاء الله. سأل عن ناصر وعن حالنا بشكل عام. والله السيد كمال ابن حلال، تبين معه مو مثل غيره. أنا أحيانا بزعل عليه، الله عطاه وحرمه ولد يحمل اسمه. هلا هي شغله بتزعل؟ كل عمره ماسك ايده هيك على الاستاذ سعيد، ايش اللي غيره هلا؟ بجوز يكون حس بالفرق بعد ما مات سعيد الله يرحمه، بجوز يكون تحسن. سيد كمال كان قاسي كتير. سعيد كان يقول انه كمال ما بيعرف غير مصلحته. إيه بس هلا ما عم يشوف منه غير المنيح. تحمل مصاريف الجنازة وقال انه راتب سعيد رح يضل ماشي. ايش بدنا اكثر من هيك؟ لك يا ابو هذا واحد رجعي. على كل اقترح علي ابيع الدكان واشتغل عنده. لا حجي لا، كل شيء الا انك تبيع الدكان وتشتغل عنده. هلا هو اللي قال لك هيك؟ ايه نعم. طولوا بالكم يا جماعه، خلينا نفهم، هيك من الباب للطاقه؟ قال لي يا حجي انتوا صرتوا عائله كبيره وانه عم ياكل همي وهم اهل البيت وانه هو وحده بالمحل ومحتاج للمساعده. بابا ان كان علي وعلى ابني انا مستعده اروح واسكن عند عمة سعيد ولا انك تبيع الدكان. لا يا بنتي، ايش هالحكي هذا؟ يا ابو انا هذا الرجال ما بطمن له وما بامن له. يا جماعه صدقوني قلبه طيب، يعني انا كل ما بشوف ابوكم قاعد بهالدرخوش بزعل وبنقهر. على كل محلي عاجبني ومرتاح فيه وهالدرخوش انا صاحبه، وبهالامر صعب علي اشتغل اجير عند حدا. حلال عليك حاج عبدو. ايش معناه كسر احتكار السلاح؟ هذا معناه انه مو بس من الغرب ممكن نشتري سلاح. بس الكلام مو مقنع خيو. فين الارخص والاحسن بنروح نشتري منو ماسك معاه؟ يا جاري هالمسائل صعبة على الفهم. عفوا متضايق شوي. خير خير ان شاء الله. مشاكل الشغل. خير ان شاء الله. نعيم بابا بابا نعيم ابو بابا ما يتصرف. على مهلك على مهلك شوي. يلا يا شباب يلا. طيب حياتي. أعوذ اوعى تغلط. هو اللي قتله. بعرف لكن ما نحسن نعمل شيء. يلا نرجع ما عنا وقت. كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا الله. ولقد صدقهم
السلام عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعذابي ونذر. طيب حياتي. أم يقولون نحن جميع منتصر. الشمس هفت غابت أو يا محبوبي دخلك وخلي كل ليلة يمك هموم القلب تشكيلك. والشمس هفت غابت أو يا محبوبي دخلك أو خلي كل ليلة يمك هموم القلب تشكيلك. القاعد بربعتنا ودونك ما خد دونك وخلي كلنا يمنا هموم القايد تشكيلك. ويا القاعد بربعتنا ودونك ما خد دونك وخلي كلنا يمنا هموم القايد تشكيلك. وبعد عيني يا محسن ويا من زينك بعيونك. بعد عيني يا محسن ويا من زينك بعيونك. ولا تدخل على حبان البيت او بتشوفان يجوزونك. يلا حق العيش. أو الشمس هفت غابت أو يا محبوبي دخلك وخلي كل ليلة يمنا هموم القلب تشكيلك. أو بعد عيني يا محسن يا من زينك بعيونك. أو لا تدخل على حبال البيت أو بلش السنة يجوزونا. إن شاء الله ويا الله. محسن لا تطول الغيبة علي يا محسن. 10 أيام بالكثير. في الدار روح ارجعي الدنيا برد. يلا. ما بيبرد كثير يا بعد عيني. اسمع تلقاني استناك على نار. بعد عيني يا محسن يا من زينك بعيونك. خليك الليلة يمنا هموم القلب تشكيلك. شوف خلص ما بتأخر أكثر من 10 أيام. خلاص تلقاني استناك على نار يا محسن. خاطرك يكون معاك. السلام عليكم بابا. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تأخرت كثير يا ابني. إلا بين ما لميت الديون ورجعت شوية بضاعة. هاي الغلة وهيك كشف الحساب. وين كنت عم تنام؟ بالرقة ولا بدير الزور؟ نمت بالرقة ونمت بدير الزور. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. قل لي لشوف كيف السوق؟ في طلبات جديدة؟
في بس مو شي محرز. على كل انا سجلت الطلبات ومن بكره رح اجهزها. ماشي الحال. طيب رد على البيت هلا تغسل وارتاح، والمساء انا بشوفك. طيب خاطرك بابا. مع السلامه. شلون الشيخ تركي؟ سلم عليك. الله يسلمك ويسلمك. ابو خميس منيح. صحيح عشيرته صالحت مع عشيرة الشعبان. الحمد لله الحمد لله. ولا انت بده يضل يسافر؟ ليش؟ خير ان شاء الله. شوف شكله شلون صار. والله الشمس صبغت له وجهه. امي خايفه على بياضها. شقلفت. ما بقى حدا يعرفه. لا لازم نلحق نخطب له قبل ما يروح جماله. على كل حال انا خطبت له لمحسن. خطبت له؟ اي. مين؟ ايش بيعرفني؟ زكية بنت السيد كمال. عم تحكي جد؟ ومن امتى انا بمزح بهيك امور ها؟ بس هي بشعة كبيرة على اخوي. محسن احلى منها ب100 مرة. خسي بهيك. انت مالك على ابدا. اللي حيا ما شافت. طلع برا برا. يعني يا ابو محسن، اذا كان السيد كمال صديقك لازم تاخذ بنته لابنك. يعني راح يصح له لابنك هيك عم؟ يا سيدي السيد كمال على راسي وعيني، بس بنته يا رجال بشعة. يا ربي سامحني يا ربي، اشتهيت لهلا حدا ما عرف ما يطلبها لابنه. هذا ما هو مقياس. وين بدي اودي وجهي من العالم؟ عيب هالحكي يا بنت الحلال. نحن عم ناخذ بنت ناس، بنت اصول، واللي ما عجبه هالحكي ينطح راسه بالحيط. والله بكل استقبال بروح عليه انا وبنتي منلاقي بنات بيشهوا. ايش صار فينا يا رجال؟ خلاص محسن لازم ياخذ زكية. فهمي بقى. بكره الصبح بتروحي انت وبنتك لعندهم وتطلبيها من امها. بعدي لي هيك. خروف 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 خروف. يا ابني يا محسن، خلص الشغل بايدك وتعال بسرعة. بدنا نروح نسلم على السيد كمال. حاضر. بابا أنا نعم. أنا ما بدي أتجوز زكية. نعم. ما بدك؟ بابا الله يخليك سامحني، بس هالمرة. ما بدك يا كلب؟ من امتى في عنا اولاد يقولوا لابهاتهم ما بدنا؟ بابا
كل الناس تعرف انه بشعة 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 يا كلب. طول بالك خلي على النبي طول بالك طول بالك صلي على النبي محسن. اتركوني ولا دعاق لك بدي اتبرأ منك لايام الدين. لا انت ابني ولا انا بعرفك. روحي يلعن ابوك ابن الصرماي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل واحد على شغله يا شباب، كل واحد على شغله. خروف. اهلا وسهلا بالست ام مراد. الله يسلمك يا ام نعيم. العمر إلك يا ست ام نعيم، العمر إلك وللشباب. الله يحفظك ويخلي لك مراد. والله احترق قلبنا عليه. نصيب يا ام مراد، هاي ارادته. لا اله الا الله. شلون مراد؟ ايش عم بيعمل بعد ما رجع من ايطاليا؟ عم بيجاهد. شلون يعني؟ في بذهنه مشروع يبني مصنع نسيج. بتعرفي يا ست ام نعيم انه مراد اختص بهالمجال. وان شاء الله ماشي الحال. المشكله في التمويل. شلون بده يأمنه؟ عرض المشروع على البنك. انا سمعت انه عارض على عمه ابو نعسان يشتري منه حصه ابو مراد الله يرحمه من الضيعه. وحتى لو مشي الحال مع ابن حماي ابو نعسان، وانا بشك يمشي الحال بهالسهوله، فالمبلغ ما بيكفي. القرض ضروري لانه المصنع كبير. الله يوفق. انت بتعرفي معزة مراد عندي، هو ما هو غريب، نحن ولاد عم. ابو مراد بيكون ابن عمي اللزم. لو كان ابو نعيم. الله يرحمه. بعرف يا ست ام نعيم، بعرف. شاي يا مراد. يستمر ايدين ماما. الله عسلتي حالك. حبيبي صار لك عم تشتغل من الظهر، ما تعبت؟ هالمصنع بده يطلع اهم مصنع في حلب، ثوره في الصناعه، احسن من هيك ما في، قمه التكنولوجيا. شوفي يا الالمان ايش عم يسوي، شوفي هالآلة الجاكار، مو احلى من عروس؟ احلى من عروس. انت خلصنا من هالمعمل حتى تفكر فعلا بالعروس. خلص ماما، بس لحتى يهدى ذهني شوي وبعدها رح اتجوز. رد البنك على طلبك؟ لسه، قال عم يدرسوا المشروع. لهلا عم يدرسوا المشروع، والله يحيروني. منيح لي ما طالب قرض شي 5 ملايين ليرة، ايش كان بدهم يساووا؟ انا خايفانه من عمك ابو نعسان، باين عليه عم بتدلل علينا، ولا انت ايش شايف؟ طلب مهلة اسبوع وبقيان يومين، خلينا ننتظر هاليومين ونشوف. ممكن بيع بيتنا هاد ونشتري بيت اصغر، اصلا هذا البيت كبير علينا. لا مستحيل ماما، مستحيل نفكر نبيع هذا البيت. انت هون تجوزتي وهون جبتيني وهون توفى البابا، فمستحيل افكر بهالموضوع. بعدين متاكد انه البنك رح يعطيني المصاري البريده، لانه مشروعي مضمون 100%. مثل ما تريد يا ابني. طيب على اذنك خليني اكمل شغلي. خذ راحتك. اليوم رحت عزيت بوفاة أبو نعيم. الست أم نعيم بتسلم عليك. الله يسلمها. شلونها هلا؟ تحرق القلب هي وولادها. تصور إنه نعيم ومقيم بده يستلموا كل شغل أبوهم الله يرحمه. إيه وليش لا؟ صحيح نعيم ومقيم شباب صغار، لكن القبضايات كويسين. قسيت عليه كتير اليوم. ما معك حق. يعني كل شي بيصير بالإكراه إلا الجواز. محسن لازم ياخذ زكية. طيب محسن لازم ياخذ زكية، لازم ياخذ وحدة ما بتنحب. بس ليش؟ كلمتي لازم تمشي، خلص ما. طيب أنا موافقة إنه محسن ياخذ زكية.
بس قل لي السبب. لك يا بنت الحلال، السيد كمال عاجبه محسن كتير، والشيخ قدري لمحني بهالشي. بعدين إذا كان ما في عنده غير هالبنت معناتها رح يورطها كل شي عنده، فهمتي؟ وهلا السيد كمال صفيان لحاله بعد ما مات سعيد الله يرحمه، اللي كان حمل عنه كل الشغل. يعني هي فرصته لمحسن، وشغل ما عاد في عنا، والمواسم السنة بالجزيرة كلها ميتة. اسأليه ما حسن يلم الديون، راح 15 يوم قعد هونيك تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، وما جاب غير من الجمل ابنه. وغير هيك جايب لي بضاعة شتوية ما انباعت لهلا، والطلبات كلها قليلة، والفلاحين كلهم مفلسينك مع المصاري. يعني بصراحة أنا سنة تانية بصيح. تعرفي شو معناتها بصيح؟ تعرفي؟ يعني بفلس. طيب يا رجال، ليش ما بتحكي معه بالآدمية بالإنسانية؟ ابنك وهو صغير ربيه، وان كبر خاويه، مو هيك بيقول المثل؟ لك مخه وبعرفه ما بيفهم. طيب حاول معه. اقعد يا ابني اقعد. أنا إذا قسيت عليك اليوم أو من زمان لا تلومني يا ابني، لأنه هالشي كله لصالحك أنت صغير، وكتير من هالأمور هي ما بتفهم فيها، لأنه الطيش هو اللي عم يمشيك. اسمعني يا محسن، السيد كمال ما عنده غير هالبنت، وبده عريس يكون ابن أصل وابن ناس وابن عيلة حتى يجوزوا إياها. والسيد كمال بيحبك إلك كتير، بس أنت جحش ما بتفهم. ايه، لأنه اللي بيحبه سيد كمال حظه بالسماء، فوق فوق بالعلالي. على كل حال اسمع ايش رح اقول لك. انا مستعد اتفق معك وارضيك اذا بتقبل تاخذ هالبنت هي، وعد مني إلك ما ارفع ايدي عليك ابدا طول عمري. ايه، ومستعد اسجل نص الدكان باسمك انت. ايه، يعني رح تصير شريكي، مو بس ابني، شريكي كمان. فهمت؟
موافق يعني؟ اللي بتريده. الله يرضى عليك يا ابني. بالامتثال وصبر قلبي أنا نور اللي بمرامي. بالامتثال وصبر قلبي أنا نور اللي بمرامي. جد بوصلك كده عوزلك الديون وصلك كده عوزلك الديون جد وصلك كده عوزلك الديون يا سيدي في ايامي. جد وصلك كده عوزلك الديون في ايامي. جد وصلك كده عوزلك الديون في ايامي. جد وصلك كده عوزلك تم سعدي يا حبيبي. تم سعدي يا حبيبي. تم سعدي يا حبيبي والعزول يترك ملابي. جد وصلك كده عوزلك الديون في ايامي. جد وصلك كده عوزلك الديون في وصلك كده عوزلك تقول يا سيدي في ايامي. يتم سعدي يا حبيبي والعزول يترك ملامي والله ملامي. سلم التم. الله يسلم التم. تسلم يا شيخ بكري. الله يعطيك العافيه يا شيخ بكري. اعطيني هالشاي يا ابني. بارك الله فيك يا شيخ بكري. الله يعطيك العافيه يا شباب. الله يديمك يا شيخ بكري. عنك سيد كمال. يا والله تسلم والدين. الله يسلمك. تسلم والدين حمود. اهلا وسهلا يا سيدي الله يديم علينا يوم الخميس. يا والله ويديمك على راسنا يا سيد كمال. الله يخليك يا ابو محسن. اللي عندك طلب طالما نحن بهالسرور وهالسعاده هي. تفضل يا سيدي. رايد اطلب ايد كريمتكم لابني محسن. نحن بنتشرف يا ابو محسن. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه يا سيد كمال. نحن بنتشرف يا ابو محسن. تسلم تسلم الله يخليك. نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة يا رب. يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا الضالين آمين. مبروك مبروك يا سيد كمال. الله يبارك فيك. مبروك يا سيد منير. الله يبارك فيك. ايش صاير؟ اخواني انبئكم هذا النبأ السعيد. لقد خطب للتو السيد منير كريمة السيد كمال لابنه محسن. ان شاء الله. مبروك. الله يبارك. هي بدها وليمه محترمه. مبروك يا سيد كمال. ألف مبروك يا سيد كمال.
الله يبارك فيك يا شيخ بكري، ان شاء الله عقبال عندك. الله يرحمه ويحسن إليه. تعيش. الله يحفظك يا ابن العم ويخلي لك الغوالي. يخلي لك نعيم ومقيم ونعمة تربية. تسلم. ايش اخبار الضيعة؟ ان شاء الله الموسم هالسنة منيح. ماشي الحال، بس طلعت لي شغلة جديدة. ايش هي؟ مراد ابن اخوي راجع من ايطاليا ورايد يعمل مصنع نسيج. صار عندي علم. ورايتني اشتري منه حصة ابوه اخوي الله يرحمه. تعيش يا ابو نعسان، مراد كويس. ما اختلفنا، بس ليش يعبطني؟ ليش انا معي ادفع له حق حصتهم من الارض؟ من هون ولا من هون؟ يا ام نعيم، مراد طالع مثل ابوه، ليش ما بيجي يشتغل في الزراعة يزرع ارضه مثل العالم والناس؟ بزمانه اخوي الله يرحمه كان هوايتلي، ترك الضيعة وقال بده يطلع فنان. على راسي وعيني، بس كان ابوي لسه عايش. وبعد ما اعطاكي عمره قمت انا باللازم، كنت انا ازرع واحصد ومشي الفلاحين وبعت له حصته. وبعدين صارت ام مراد تستلم مني اول باول، وضليت انحت وادفع لهم ترجع مراد بالسلامة من ايطاليا وصار مهندس. على راسي وعيني، خلي يتفضل يستلم حصته من الارض ويزرعها. اما اذا كره الزراعة مثل ابوه وكرهنا كمان وعم يحكي علينا ويسمينا اقطاعيين، فانا بصراحة ما عندي مصاري يشتري منه حصته. مراد فكره في الصناعة. ومن وين جيب له مصاري تيبني مصنعه؟ احسن لك يا ابو نعسان، بتصير الضيعة كلها ملكك يا ابن العم. والله إذا بيصبروا علي 3 سنين فأنا خلالها بحسن بدفع. 3 سنين؟ 3 سنين يا أبو نعسان، 3 سنين. وإذا ما معي ادفع فورا مثل ما عم بتقول يا ابن أخوي. ما معك؟ أنت أبو نعسان يا عمي. على راسي يا مراد، بس هدول 1.5 مليون. مين معه في هالأيام 1,000,000 ليرة؟ وش قد معك هلأ تدفع يا أبو نعسان؟ دوبهم 200-300 ألف وبالزور. شوف يا عمي، أنا أولا مقدر حصتنا بأكثر من 2,000,000، مو مشكلة ماشي الحال، لكن هلأ أنا بحاجة ل1,000,000، عم أبني مصنع نسيج ومقدم قرض على البنك وباين عليهم راح يعطوني، فإذا السنة بتأمن لي 1,000,000 والنص مليون مستعد استنى للسنة الجاية، ماشي الحال. 1,000,000 كتير. دقيقة عفوا أبو نعسان، وشلون قدرت حصتنا؟ هيك بتسوى، تفضلوا اسألوا. بعدين أنا فعلا ماني رايد اشتري، انتوا عم تحرجوني حتى اشتري. حصتنا يا أبو نعسان، حصتي وحصة مراد ابني وحصة بنتي نوال بتساوي أكثر من نص، يعني مو أقل من 2,000,000 ليرة. أنا ماني شرة. معلش عمي، بعدين بنحكي بالسعر. أنا هيك سعر خيالي ما عندي يدفع. مو مشكلة بالزايدة بالناقصة، أنت عمي وأنا مستعد رأيك عن سعر السوق. أنا رأيي نعرضها للبيع وبعدين بنحكي. في عندك مانع أبو نعسان؟ ما عندي مانع، خلينا نتبهدل. إيش عليه؟ ليش لا نتبهدل؟ أرضنا وعم نعرضها للبيع. ما عندي مانع. أنت عم تحكي يا مراد؟ لا، أنا مستحيل بيع الأرض لحدا تاني غير عمي. يا سيدي تسلم، بس بالسعر اللي قلته. أول دفعة 1,000,000. ما بحسن بحكي ولا كلمة، المبلغ كبير ولازم فكر شلون اجمعه، بدي فرصة. طيب معك أسبوع 2 وبيصير يا مراد ما يتوفر المبلغ، هداك الوقت بدي اعتذر. لا عمي بتوفر، إذا عملت جهدك بتوفر. قول إن شاء الله. إن شاء الله. الشعب السوري لازم يتسلح لحتى يدافع عن مصر مثل ما مصر دافعت عن سوريا. لو ما مصر كان نور السعيد بلع سوريا بلع. فكان أظني حدا يهجم على مصر، مصر كبيرة. لك بدهم يهجموك، إني ما عاد تسمع راديو؟ افتح على صوت العرب وشوف. إسرائيل ما بدها زعيم يوحد الدول العربية، والإنجليز نفس الشيء، مزعوجين لأنه أمم قناة السويس قام طلعوا بشغلة حلف بغداد، والفرنسيين كمان مزعوجين من عبد الناصر لأنه عم يدعم الثورة الجزائرية، والأمريكان عم بيشيعوا إنه سوريا ومصر
تحت النفوذ الروسي لانه عم ناخذ من عندهم سلاح. لكن لو كل هدول بدهم يهجموا على مصر؟ نعم سيدي. إيه هذا مو عدل. مشان هيك عم بقول لك انه الشعب السوري لازم كله يتسلح لحتى يدافع عن الشعب المصري. مزبوط. هن ونحن شعب واحد، وقوة العرب بوحدتهم. محسن، بتريد هيك تعمل عمل كبير لوطنك؟ إيه لكن؟ تعال نتطوع في المقاومة الشعبية، تعال. أحمد بس أنا متلبك كتير هالأيام. إيش متلبك ما متلبك؟ لسه مقضي لي إياها رايح جاي لعند هي الغجيرة تبعتك بحجة التجارة. امشي نتطوع، تعال. يا أحمد طرقت أموري كتير أنت ما بتعرفها. لك بعدين تحكي لي إياها، تعال نتطوع هلا. تعال.